السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه بكره. وقفه عرفات، يوم مهم جدا. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وما حدش ينسانا في دعواته ان شاء الله. بكره باذن الله الساعه 8:30. مش عارف ازاي الساعه 8:30 في يوم وقفه عرفات، بصراحه حاجه غريبه. يعني معروف ان ده يوم الناس بتصومه. والمغرب بيأذن 8 ل 10 تقريبا. يعني حاجه صعبه، قدامك تعمل حاجات كتير قوي، ولكن ده اللي احنا متعودين منه. الناس دي ما بتعملش العادي ولا المنطقي. مباراة مهمة جدا للزمالك من أجل ختام جيد لموسم سيء للزمالك. زي ما قلت امبارح، كسبنا سوبر أفريقي في البداية، ثم انهيار تام في النص، وهو النهاية بكاس مصر. خلينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي بكرة. بالتوفيق للعيبة، وإن شاء الله الكابتن أيمن رمادي يكون عمل معاهم الصح يعني. فيديو التوقعات، توقعاتكم ايه لمباراة الزمالك وبيراميدز؟ اكتبوا لي في الكومنتات توقعاتكم ايه المباراة، وصاحب التوقع الصحيح هنرد عليه بفيديو بعد المباراة. الحاجة التانية اللي عايز اتكلم عليها بخصوص احد المواضيع اللي ماشية دلوقتي في الساحة الرياضية، او خصوص البيانات اللي كل شوية الزمالك بيطلعها بخصوص احد اللاعبين اللي عقدهم انتهى مع الزمالك ومشي. طيب، انت كزمالك كل شوية عمال تطلع بيان طلع بيان طلع بيان. انا عايز اسالك سؤال، انت في لائحة موجودة، اقرا اللائحة، معاك حق، خد اللائحة واطلع على الفيفا اشتكي بس. لكن شغل بيانات وشغل كلام من هنا وكلام من هنا مش هياكل عيش. معروف هنا الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا. طيب انت معاك حق، ناس كتير بتؤكد ان الموسم اخره بكره، وناس كتير بتؤكد لا الموسم اخره نهايه كاس الرابطه. احنا مش قانونيين. انا واحد من الناس مش قانوني، معرفش. انت شايف وفقا للوائح اللي انت عارفها وقاريها ودارسها وشايفها، اطلع بمحامي على الفيفا يجيب لك حق. هنا مش تاخد حقك. لو ليك حق، لو ليك حق، كلام واضح وصريح، لو ليك حق اطلع على الفيفا، اعمل شكوى او اعمل قضيه ويتحكم لك فيها. بيراميدز وقت بطوله الدوري والقصص والحكايات اللي كانت موجوده، هو ما طلع، بيراميدز ما طلعش بيانات. بيراميدز راح للفيفا على طول وخلص الموضوع، او الموضوع في الفيفا اقصد يعني. انت ما كنتش هتطلع بيان وتتكلم هنا تتكلم هنا، ما تصغرش نفسك، ما تصغرش نفسك مع حد ما يسواش وكده. ليك حق يا باشا على الفيفا واطلع وهم يجيبوا لك حقك. لكن الكلام الكتير والرغي الكتير ده مش اي لازمه. ده يرد عليك ومصدر من هنا قال ومصدر من هنا، تروح انت مطلع كل شويه بيان ترد، ملهاش لازمه. والشكل بايخ والامور مش افضل حاجه. الزمالك عمره ما هيقف على ده ولا غيره ولا ألف مليون واحد غيره. الموضوع بسيط جدا. هو الراجل لعب، عقده انتهى، قرر يمشي بالسلامه. قال لك انا همضي، وحلف وحكايه والروايه وانا قاعد وماشي. وراح السفاره في ليله ويوم مهم جدا 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 للزمالك هذا الموسم، ليله مباراه سيتلن بوش، وطلع التاشيره وضربك في مقتل وهز الفريق ككل. في المقابل مثلا لعيب زي احمد رمضان بيكهام، هو خلص مع سيراميكا راح طلع التاشيره النهارده بتاعت امريكا عادي. يعني كان ممكن يطلعها بعد نهايه الموسم، لكن هو عارف هو بيعمل ايه وشغال بفكر عالي جدا. عشان كده لما بنقول عليه خاين ده واقع. بس ده ملخص الكلام، مش عايزين نتكلم عن حد عشان ما ناخدش سيئات يعني. الموضوع بسيط. فعلى نادي الزمالك، لو معاك حق يا باشا اطلع على الفيفا وريح دماغك، ما معكش حق اقعد ساكت وخلاص. السلام عليكم، بالتوفيق للزمالك بكره باذن الله. نروح نتفرج على ماتش المانيا والبرتغال ونفكنا من القصص الحمضانه دي كلها. يلا بينا، كل سنه وانتم طيبين مره تانية، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير، وما تنسوناش من صالح دعائكم باذن الله.